لما مسك حسين لبيب في الأول قال لك الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر. فرحنا وقلنا الراجل جاي هيشتغل وهيعيد الأمجاد. هوب لقينا النادي الزمالك بيتدمر واللاعيبة بتمشي والمدربين بتمشي والزمالك بيخسر مباريات بسبب التحكيم، والتحكيم دايس على الزمالك وبيتجامل الأهلي بطريقة فجة في كل المباريات. انتهى الموسم والزمالك في حالة يرثى لها. طبعا حاليا بدأ الزمالك او بدأ لبيب يعمل تغييرات، وصفحة الزمالك الرسمية تحط شوية حبشتكنات وتعمل شوية شغل يبقى لك ان الشغل عالي، والبطل والمدرب وجون ادوار ومش عارف مين وشوية شغل كده. خايف لا تكون دي اكبر قلعة رياضية تاني ونعيد نفس الموال تاني. احنا مش عايزين شغل شو استعراض، احنا عايزين شغل على ارض الواقع، عايزين حقوق الزمالك محفوظة، عايزين الجميع يطبق عليه العدالة والعدل، مفيش نادي يتم مجاملته وانت كمجلس تسكت. ده اللي احنا عايزينه من مجلسك يا حسين يا لبيب. اما شغل ضرب القنبلة وبداية كل موسم وبعد كده نلاقي الزمالك بينهار وحقوقه بتضيع والاندية التانية بتتجامل كده، مش عايزين كده. سلام.